إن الرجل ليصلي 60 صلاة 60 سنة ولم تقبل له صلاة. وعري ما مرضي لين 60 سنة شي تزلط، ولكن مرة تصفي المقابلة تفطر بالعالمين يقبل ولا يوفن تزلي 60 سنة شي تعصيب تمانيش، ولكن يوفن تزلي وتقبل رب العالمين. وهل الله عز وجل وتقبل لأنه يظلمك؟ حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد. أين نخدم مرة غيثما وغينا نخدم وإن رد نجنو بما كسبت أيدينا. فغيسكمد النبي عليه الصلاة والسلام عبادي الله تظلى والسنة غتظلل، واستفكنا راه القيمة غير ظليت، واستفكنا راه الحقيس يظليت. ذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ سارقة الذي يسرق في صلاته. فنسأل يا رسول الله كيف يسرق أحدنا في صلاته؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يتم ركوعها ولا سجودها، وإن غيك تظلل ما ذيكش مع الظليت يقلق أو قال ذي فك تظليت، ما إلا غيك برا يركع أسمر يركع لا يطمئن في ركوعه، وري تفكر الوقت كان غادي يركع مجرد يكبر يركع بصلاة قري سمع الله لمن حمده. وإذا سجد لا يطمئن في سجوده، مجرد يكبر يسجد جست يسرسق ويسجد السجود ديالها. من بينها يبغي غتبينو ويتمثلو، وهي من باب قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنه خلنا ويتمثلو تغلين يعني بالموقفية. وهو يسديونا غوريني دا الشيخ اللي كلا ويتمثلو أسمارة تكبرت سليت بالسجود وتكبرت تكبرت يعني باش كتصلي بالسجود أفي تفت نتا مازال يقيم بالسجود يعني مازال يدعو. أسمارة تكبرت أتقل تاع السجود إيميرنا لا دياليا ودي عاود يقل هذا السجود وغادي يسلم ذي ذنو وذي غادي يروح، وهي صلاته باطلة وردي ويس الخبر. يتسجد ظل وحيد الشيخ أذي فر تظلي تستوطن، وما إلا تسيّن ذي العويلي سيتما شوف أشحال رذي وين ديرس تظلي تبطل وردي ويس الخبر. فغيما اسمى غادي يكبر الإيمان، اسمى غادي يركع الإيمان، اسمى غادي يسجد الإيمان. إنك النبي عليه الصلاة والسلام تبعيث غسلوا كانوا تفوق ترى سورة الفاتحة تبعيث غسلوا كانوا تفوق ترى الدعاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبروا، غسلوا كانوا تفوق ترى صلاة الفاتحة اكبر كبر. وإذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا سجد الإمام فاسجدوا. فغيث من العبد الاسمر ديالي الإمام بالسجود وتسمى زليت الدعاء الحاجة العالي الدعاء، ولكن مجرد يكبر السجود شي تولي طب تروحك سجدة والسجدة غيثما ركن من أركان الصلاة. فما إلا يروحك الركن معناتها ركعني سكرينيت تزول 3 وزول 4 مادام يسلم وحيد الإمام شحال يزول يزول 3 وني يزول 3 تصلي لي الصحة صلاته باطلة. إذن نغدي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليصلي 60 سنة ولم تقبل له صلاة. تيجي من بين نواقض الصلاة أنه الإنسان ذي الظالم وحيد الشيخ
وتتساوى السجود ينس سيروح السجود. نعم مثلا سيروح الركوع هذه قيم الركوع والإمام إن سمع الله لمن حمده نسى يوتر إما ندي وليك الركوع يوتر. فما إلا يروح في الركوع وحيد الإمام ما إلا يروح في السجود وحيد الإمام معناتها الركعان نفس السجدان اللي يروح الركعان باطلة إلى قصر نوت ركعيته. ولكن مادام ويرغنا راه ركعيته نسلم واحد الإمام من هو الزولديس واحد الإمام يروح صلاته باطلة. إذا كيتم النصائح أنه الإنسان ذي حذر مانيس من بينها كذلك يتم كرواية مثلا غير الظلام يعني لا يستوفون شروط الصلاة. يعني ما يكره ذي توضأ وريد توضأ يراك نيقو. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. ما إلا نستفكي ترى الحقيسي الوضوء خاصة في قلاع الشتوى أما ندي السماطون بالك ذي عدز ما يتوضأ غادي تبدا ذي مسح كانك كابلغ كانك ما إلا نور الصحراء الوضوء والصحراء الظالمين. وبعضهم كذلك من يصلون وعوراتهم مكشوفة العورة المغلظة ما إلا تزلط وتستر ترى العورة ينيك تسيت التريك مثلا داك زلان مرات السجد تسبان تزدفيري وهي صلاتك باطلة غينا. ولهذا رب العالمين يتمنى الصيام يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة إنك رب العالمين المرأة تحت الزلط يعني نصدت الزينة تشبح ديمانيك أنه أدنى شيء أنه تستر ديمانيك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وتستسر سسر ولي صغير الدرجة من درجة تبان بالعورين الدرجة من أسمارة تسجدد تبان بالعورين وتستسر سسر والدك زلان شو تريكو ذاك زلان مرة تروح تسجدد أتبان مرة وزد فيري صلاتك باطلة غيما. فيك مرة من قضي حذر العبد زلتي على كل حال فيك النصيحة من باب قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه